ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هقول لكم وصفه. لو شعرك بيتساقط، عايزه تطوليه، عايزه تقوي البصيلات، في نفس الوقت طريقه سهله. طريقه سهله وحلوه جدا. ماشي. اول مكون معايا انا هستخدمه هو حبه البركه. حبه البركه دي كنز للشعر وللبشره، فعلا كنز، وحلوه قوي، فعاله احسن من اي حاجه. هنعمل بقى فيها ايه؟ هجيب 4 معالق صغيرين من حبة البركة، وهنزل عليهم بمية سخنة وانقعها طولة الليل. يعني انا هسيبها في مية سخنة، وبعد كده هنقعها طولة الليل، وبعد كده هصفي المية دي كويس قوي، وهقول لكم هنعمل ايه تاني. هنا بعد ما سبتها منقوعة طولة الليل في مية سخنة، عملت ايه بقى؟ صفيت المية بتاعت حبة البركة، وخدت المية دي غليتها لحد لونها ما بقى غامق كده. غليتها شوية، يجي حوالي 10 دقايق او 5 دقايق، وبعد كده سبت المية لحد ما تبرد خالص بالشكل ده. دي بقى كنز، كنز لفروة الراس. بس يلا، قبل ما لو لسه مش اشتركتي في القناة بتاعتي انزلي اشتركي ودوسي لايك. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنحط ايه على المية دي؟ هنحط روزميري. زيت الروزميري ده تحفة للشعر، احسن حاجة للتساقط والطول، فعال جدا. هحط منه ايه؟ 4 نقط. ماشي. وهحط ايه تاني؟ زيت جوز الهند. هحط برضو حوالي 5 نقط كده من زيت جوز الهند. ماشي. وهقلبهم كويس اوي. وهعمل ايه بقى؟ هجيب اي علبة فاضية تكون ببخاخ عندي، ماشي، وهحطهم في العلبة دي، وكل يوم كل يوم يوميا قبل ما انام افرق الشعر وبخ كده على فروة الراس كويس اوي، وادعك فروة الراس لمدة 5 دقايق قبل ما انام. وانام مش تشطفي شعرك خالص، ولا الصبح ولا بالليل. احسن حاجة في الوصفة دي ان انت مش بتحتاجي تشطفي شعرك خالص. شهر بقى واظبي على الوصفة دي كل يوم قبل ما تنامي، وشوفي بقى التساقط هيقف، شعرك هيطول جدا، البصيلات هتطول، وطريقة سهلة قبل ما تنامي هتدعكي بيها فروة الراس. والوصفة دي البخاخ ده هيقعد في التلاجة حوالي اسبوع او 5 ايام. ماشي. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعي مش تنسوا تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك. مع السلامة.